عندي مشكله واتمنى تردي عليا في البرنامج. انا بحب واحد ومرتبطه بيه بقالي سنه، والموضوع كان داخل في الجد كمان مع الاهالي. المهم مره مسك موبايلي، شافني مسجله ارقام زمايل كتيره في الجامعه، وكمان بينا مكالمات. طبعا قلب وقال لي ليه بتكلميهم؟ حقه حقه معلش. ومسحي كل اللي عندك، وفعلا وعدته بكده، بس بعد فتره رجعت اكلم واحد بس. احنا عايزينك طبعا بقى. لا رضوى هي اللي هترد في المشكله دي، انت اللي هتردي بقى بصراحه. هي كلمت واحد بس، خليك فاهم. مش تحيز. ما رجعتش كلمتهم كلهم. هي كلمت واحد بس منهم. لا عادي، ما قالت لك هي رجعت اكلم واحد بس منهم. ماشي. كان بينزل معايا انا والبنات، اللي هو هاني. مين ده هاني؟ صحابي، وبنبقى شله. المهم حبيبي شاف الشات وكانت الصدمه بقى، لقاه بيقول لي على كل صوري قمر وقنبله جمدان. ايه قنبله الجمدان دي اصلا؟ في حد لسه بيقول الكلام ده؟ تمام ماشي. وانا برد اقول له حياتي وقلبي. وانا طب كمل انت. وانا برد واقول له حياتي وقلبي. وكنت ناسيه امسح الشات. عارفه اني غلطانه قوي، لا مش قوي بصراحه. بس هو مرضيش يسمعني وقال لي مش هكمل مع واحده كدابه ومقرفه زيك وخليه ينفعك، عشان ممكن يبقى فيه كلام. وحدف لي الموبايل. ومن يوميها مش عايز يرد عليا، حتى بعد ما شلت الولد ده من كل حته عندي وخليته يكلمه يقول له اننا اخوات. بس انا قلت لك ده هاني، انت ما صدقتنيش. بس هو مش محوق فيه اي حاجه. بموت بجد وعايزه اصالحه، وردي عليا وشوفي لي حل، او قولي لي في البرنامج. ما تزعلش يا احمد. لا ازعل يا احمد بصراحه، ازعل يا احمد واتقمص بالله. لا ما يرجع لهاش بصراحه. لا انا شايف بصراحه يرجع لها. يعني هي ليه لو رجع لها هي مش هتلاقي زيه بصراحه. ده خلت صاحبها اللي هي بتكلمه من وراه يكلمه وهو سامح لها بكل ده عادي. انت ايه رايك بقى يا رضوى في الموضوع ده بصراحه، بدون تحيز؟ ما هو انتوا بتقولوا له الولد ما ترجعش يا احمد. لا لو انت المفروض، يعني لو تردي انت على المشكله دي هتقولي ايه بصراحه؟ لا هقول لها انت غلطانه. انت غلطانه. صوتي. يعني لا انت غلطانه قوي. خلاص ايوه كده. خلاص. مش قوي بصراحه يعني لا بجد ايه ده؟ يعني انت اصلا بتكلمي، لو انت مش مخطوبه حتى، انت بتكلمي كل الولاد دي ليه اساسا؟ وبعدين انت اصلا عايزه، يعني انت زعلتي ان هو شاف الشات اللي انت ما لحقتيش تمسحيه، وكانت بتقول قلبي وبتاع، وهو بيقول لك. وبعدين انت سايبه واحد اصلا حتى لو انت مش مخطوبه يقول لك جمدان، قنبله جمدان. هي تحرق الدم بصراحه، الكلمه دي تحرق. انا شايف يسيب كل الحوار ويعمل مشكله على الكلمه واصلا دي. هو يعني ازاي سامح لنفسه يرتبط بواحده بتقول لها قنبله جمدان بصراحه؟ يعني بصي انت لو عايزه تصالحيه، مع ان انت غلطانه بجد ومش بهزر، قطعي شرايينك عليه. بجد. بحبك يا احمد، حبيبي يا احمد، يا روحي يا احمد، اكلي يا احمد، دواء يا احمد، ورد يا احمد. احمد بقى من هنا احمد. والله بتكلم بجد. وانا غلطانه وحبيبي وروحي وقلبي وروحي لاهله، وحقك عليا، واعملي له بقى مفاجآت وبتاع وكده، واختفي اسبوع. وهي هو هيحس ان انت عملتي اللي عليكي للاخر. احمد هيحس ان انت عملتي عليكي للاخر، وهبتدي يحس بشويه تانيب ضمير. دي حاولت قوي، يعني اقعدي بقى شويه كتير، شهرين، حاولي كل يوم، كل ساعه، كل ثانيه، واختفي اسبوع. في الاسبوع ده بقى هيبقى ايه؟ احمد لمس ارضي. لا هو هيحس انها قنبله جمدان في الاسبوع ده. بعد اللي هي عملته ده كله هيقول لي قنبله جمدان بصراحه. بعديها بقى تتعدلي وتمشي على الصراط المستقيم، والا ربنا مش هيبارك لك. وسيبك بقى من بتكلمي راجل تاني ليه اصلا غير خطيبك؟ صح والله. لا بنات الاصول على فكره ما بتعملش كده، صح ولا ايه يا شباب؟ المفروض بصراحه يعني. لا بنتكلم بجد. لا بجد والله، احنا هنهزر، مشكله حقيقيه بصراحه.